هؤلاء الخارجين على الخليفة والذين يفسدون الناس أيضا؟ لتأخذونهم إلى دمشق؟ بصراحة أفضل لنا أن نسلمهم للأمير، فكما تعلم مكافأته مجزية. أما الخليفة يده مغلولة قليلا. هداهم الله، هداهم الله. لا يجوز هذا منهم. الرسول الكريم أوصانا بطاعة الله وأولي الأمر. أجل يا عماه. زهير ما أخبره الطعام؟ الطعام؟ إنه جاهز يا سيدي. أحضر مع زهير الطعام، هيا بسرعة. في الحال يا عماه، نزلتم أهلا وحللتم سهلا. وجدت الفتى يتجسر علينا. من أنت أيها الفتى؟ أنا عاصم بن هاشم. هاشم الأعرج؟ نعم، هاشم الحداد، وصخر أخي. نعم الأب والأخ. أخي صخر، ألكم به علم؟ غادرنا ولا نعلم إلى أين. أين يمكن أن أجده؟ اسمع يا فتى، كلنا هنا معرضون للموت، وأنت ما زلت صغيرا ولا مكان لك بيننا. اذهب إلى حضن أمك. اخرس قبل أن دعوا الفتى يرتاح، وغدا سننظر في أمره. هيا ميمون، تفضل معي. لو أردت التقرب من الأمير لدعوته نفسه وليس جنده. أعلم هذا يا عماه، ولكن قلت في نفسي إن البيوت واحدة. خشيت إن أخذتهم إلى بيتي وعلمت أنت بالأمر تقول إن ابن أخي قد تجاوزني. تضع نفسك في مقام ابن زياد؟ معاذ الله يا عماه، العين لا تعلو على الحاجب. ما عنيت هذا بكلامي. لا تعد لمثلها مرة أخرى، فهمت؟ السمع والطاعة. بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم إني أوكلت إليك نفسي وإليك فوضت أمري وعليك توكلت يا رب العالمين. ما الأمر الهام والخطير الذي يستدعي وجودنا في هذا المكان وزمان يا طلحة؟ أريدك في مهمة، إن أنجزتها لي أعطيتك الكثير من المال. ما هي؟ أريد منك أن تجمع لي 5 من الرجال من شذاذ الآفاق لا يهابون شيئا وقلوبهم ميتة. ولأي شيء تريدهم يا طلحة؟ وإن أردت المال يا صاحبي فلا تسأل. إذا في الغد في نفس المكان والزمان يا طلحة. جئتك بما عجز عنه جنودك وعسسك يا مولاي. اختصر وقل ما عندك يا طلحة. الكميت يا مولاي، أعرف أين هو وإلى أين سيذهب. الكميت؟ اسمع يا طلحة،
سأضاعف العطاء لك يا بئر. أين هو؟ من؟ ابن زياد. تأخرت كثيرا، لقد ذهب إلى الحج. ذهب إلى الحج من دون أن يودعني؟ اعذره يا مسلم، اعذره، باعتبار أن المقام بينكما واحد. أعلم. النسوة ذهب والغراب قلبه من حطب، واليمامة كحلة وثكلى وقلبها قد صلب. أنا جائع، أطعمني. ماذا تريد أن تأكل، لحما أم دجاجة؟ كل شيء. حسنا. أراك فيما بعد يا حفص. أريدكم أن تهاجموا قافلة حجاج وسأدلكم عليها. اقتلوا كل أفرادها، والغنائم حال عليكم، وأنا سأنزل لكم العطاء. منعم اللي جبته وياك. الظاهر هاي المنطقة ما فيها غير بس الخونة. شغلة أيام وتسمع أخبار شاهين. أنت فيك اتخبرت؟ شاهين مريض وهو يتحمل سبب أزماته. خلي كلابك يعوفوني يا تافه. كافرين. تعاملك ويا الأجد أهل بلدك. باب الشيخ مسلسل درامي بإنتاج عراقي
يجسد بطولة الشعب الذي عانى الويلات من النقص والحرمان. هذول مو شيوعيين، هذول أخطر من الشيوعيين. انتوا أصلا من على الخونة والمتمردين. أنا بعرف أتكلم معاك كويس. تجمدوا قفصتي أنا؟ لا، ده نصايح أنا هطبقها على دماغكم كلكم إلا الفلوس، وأنا هعرفكم مين ناجي عطا الله حرامية نصابين يا ولاد الكلب. اسمع يا دي انت وهو، انا مش جاي من اخر الدنيا عشان اقعد اعلف فيك واقدر النوم يقسموا البوليس. احنا خدامينك يا باشا. احنا هنسرق بنك. ايه؟ هنسرق بنك. البنك ده فين ساعتها؟ في اسرائيل. فين؟ في اسرائيل. فلم يكن بمقدور شاب مثلي أن ينال حقه في الوظيفة الجمعية التي يستحقها، فأنا بلا وظيفة وبلا مستقبل. أما أنا تهمتي إيه السيادة؟ ده إذا كان من حق أعرف أساسا. ايا كانت التهمه يا الباشا، انا جايه دلوقتي عايزه اثبت الجواز العرفي واحوله جواز رسمي دلوقتي حالا. يا باشا دي جايه تتجوز مش جايه تشهد. طب يلا بينا ياما، انت ما صدقتي؟ اتاري الواد احمد بيحب المظاهرات. انتوا عملتوا غسيل مخ الوليه، يلا بينا ياما. وبعدين انا بفرجك على فيلم الحب الطاب عشان تتعب. ليه بقى ياما؟ ما بعرفش كسر للشيطان كده. مش انت راجل جدع وابن بلد؟ مين ابن كلب كذاب قالك عليا كده؟ شاوري لي عليه في اسكندريه. يا بنت ده واحد هربان، يعني انتوا مش مالكم. انتوا ليه محسسيني اني جاي اخطب مش جاي اعمل مداهمه؟ مهما تعب يا سيس. عارف اللي يشوف الحوار ده يقول لي غمز الفاي على الاقل. ليه قالوا لك عليها حرام يالا؟ هل أمرت الجنود بتهيئة القافلة يا مسلمة؟ نعم يا أمير المؤمنين، القافلة جاهزة وتنتظر أوامركم. أيام قليلة ونصل مكة. لا يقطع وحشة هذا المكان إلا شعر من أبي المستهل على أن يكون جديدا لم يسمعه أحد من قبل. والله صدقت. هات أسمعنا جديدك يا أخي. هيا. لا تتعد جديدي يا ورد، فقد أليت على نفسي ألا يسمع جديد الشعر أحد قبل أن يسمعه الإمام الباقر بإذن الله عند وصولنا إلى مكة. لا بأس، لا بأس، ننتظر. والآن أسمعنا شعرا يؤنس وحدتنا في هذا المكان. هيا. حسنا. كأن حسينا والبهاليل حوله لأسيافهم ما يختلي المتقبل، وغار رسول الله عنهم وفقده على الناس رزء ما هناك مجلل، فلم أر مخذولا
أجل مصيبة وأوجب منه نصرة حين يخذل. الله يا أخي. سيدي جند الخليفة. ورد، خذ خيلك وانطلق وسنلتقي عند الصخور السود. ولكن افعل ما قلت لك. هيا. حاضر. لمن هذه القافلة؟ قافلة عتبة بن عمران بن زياد المكنى بأبي وائل صاحب قرية الخرشوف. سمعنا أنه معكم طلبة الوالي. وأين هي؟ هذه القافلة أمامك، فتشها إن شئت. قافلتك لا تفتش يا أبا وائل.